السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى عمر وحلقة جديدة هنتكلم فيها النهاردة بصوا يا جماعة، احنا طبعا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان احنا بنتكلم في حلقات الفانتزي اصلا وما بنتكلمش كتير في الكورة والكلام ده كله. انا كنت نزلت اخر فيديو ده كان ملخص الثمان جولات من البريمير ليج، اتكلمنا فيهم عن المباريات القوية كانت من وجهة نظري انا، واتكلمنا كمان عن شوية ارقام كده وقلنا لو حابين كده يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات. وبصراحة في ناس طلبت ده وان شاء الله انا ممكن اجهز ده قريب. لكن دلوقتي احنا بنتكلم في سلسلة انا حابب ان انا ابداها معاكم واتمنى ان انا اخد رايكم في الموضوع ده، واتمنى لو عجبتكم تدعموني بلايك وتعملوا سبسكرايب للقناه دي عشان تستنوا كمان فيديوهات الفانتازي اللي ان شاء الله هتبتدي بدايه من الاسبوع اللي جاي. هنبتدي نكمل طبعا كل جوله لازم ننزل فيديو يتكلم عن النصائح ونتكلم عن الخوازيق اللي بتحصل. اتمنى ان تكون الفيديوهات دي بتعجبكم، واتمنى كمان ان انا انول الدعم منكم. وهنتكلم النهارده كده عن اسطوره من اساطير كره القدم. يمكن انا نزلت بوست في جروب عائله المدفع دكتور ممدوح نصر الله وكتبت كده يعني سؤال بديهي: مين شايف ان هو اسطوره في ناديك؟ في ناس كتير اتكلمت وناس كتير علقت وناس كتير كمان اختلفت عن مين الاساطير اللي ممكن نتكلم عليهم في كل نادي. لكن انا حبيت اتكلم عن لاعب بقيمه كبيره قوي زي اللاعب اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، وهنسرد كده كل تفاصيله. بس استنى كده بعد الانترو. 39 اللاعب ده قدر ان هو يلبس تيشيرت اول فريق كوره بالنسبه له، وكان اول مره يلعب تحت مسمى فريق معين. قدر ان هو يلعب معاهم 13 سنه كامله ما بين دوري ودوري ابطال اوروبا. لعب معاهم 350 مباراه، قدر ان هو يسجل فيهم 358 هدف كرقم قياسي صعب جو ان انت ممكن تتخيله. زي ما قلنا كمان ان هو حقق معاهم 5 دوري محلي، وكان ده بالنسبه له طبعا رقم كبير جو لان الفريق اصلا بالكامل ما كانش محقق غير 14 لقب بس. في سنة 56 وبعد 13 سنة من أول مشاركة ليه بتيشيرت النادي ده، بيلعب معاهم مباراة الذهاب في أسبانيا، مباراة ذهاب دوري أبطال أوروبا ضد فريق أتلتيك بلباو، وبيخسر في نتيجة الذهاب 3-2. وفي اليوم ده بالذات تقوم الثورة في المجر، ويكون من الصعب عودة الفريق أو من الصعب عودته، ويرفض هو كمان إن هو يرجع مهما كانت الظروف. فتتلعب مباراة العودة في أرض محايدة وتتلعب في أرض بلجيكا، لكن فريق بودابست ما يقدرش ان هو يتمكن من الصعود. وده فريق اللاعب اللي احنا بنتكلم عنه ما يقدرش يتمكن من الصعود ويخرج خروج مبكر ويضطر ان هو يرجع للمجر تاني. لكن اللاعب ده ما يرضاش ان هو يرجع معاهم، لكن نادي اتلتيك بلباو قدر ان هو يقنعه ويرجعه وياخده معاه على اسبانيا، وهناك قدر ان هو يلعب 6 مباريات غير رسميه مع فريق اسبانيول. مش عارف ازاي هو ساب اتلتيك بلباو وراح على اسبانيول. لكن بعد كده بيصدر عقاب الاتحاد الدولي لكره القدم ناحيته بايقافه لمده عامين بسبب التخلي عن فريقه وعدم الالتزام بالعقد المبرم بينهم. وفي سنه 58 وبعد نهايه الايقاف طبعا الانديه كلها افتكرته بعد ما كانت بتعرض عليه كتير جو قبل الايقاف، وفي انديه كتير جو حاولت تتكلم عنه، لكن وزنه اللي وصل اكتر من 95 كيلو وكمان سنه اللي وصل لاكتر من 31 سنه كانوا حائل بينه وبين اي نادي في اوروبا. لكن ريال مدريد او اداره ريال مدريد ما تخلتش عن الفكره وحاولت ان هي تمضي عقد مع اللاعب، وقدروا فعلا ان هم يمضوا عقد معاه. اللاعب ده قدر ان هو يبدا مسيره كرويه كبيره جو مع ريال مدريد وهو عمره 31 سنه ووزنه اكتر من 95 كيلو. ومع ريال مدريد لعب 180 مباراه سجل فيهم 156 هدف. لعب كمان معاهم في دوري الابطال 41 مباراه وسجل فيهم 36 هدف. قدر ان هو يطلع هداف الدوري الاسباني 4 مرات، موسم 60 موسم 61 موسم 63 وموسم 64 كمان. قدر ان هو يحقق مع ريال مدريد برضه 5 بطولات دوري اسباني متتاليه. قدر كمان ان هو يحقق معاهم كاس ملك اسبانيا وكاس الانتر كونتيننتال في خلال 9 سنين لعبهم مع ريال مدريد. طبعا كانت مسيره كرويه عريضه قوي، لكن المفارقه هنا في الموضوع ان مسيرته الكرويه بدات فعليا في الوقت اللي فيه لعيبه كتير جوه بتشطب وهو عنده 31 سنه، وانهى مسيرته الكرويه دي وهو عنده 40 سنه. في سنه 66 اللاعب ده قرر الاعتزال، وقررت طبعا المتعه انها تنتهي من العالم في الوقت ده. متعه ان انت تشوف حد عنده 35 سنه او 36 سنه وبيكون هداف الدوري الاسباني. على فكره برضه هو بيكون هداف الدوري الاسباني باكتر من 20 هدف في كل موسم. يعني في اول موسم كان هداف الدوري فيه كان هداف ب 27 هدف، وثاني موسم كان 26 هدف، ثالث موسم كان ب 22 هدف، ورابع موسم كان ب 25 هدف. لك ان تتخيل ان اللاعب ده قدر ان هو يعمل مسيره كرويه على جزئين، جزء في بلده برقم قياسي صعب ان انت تتخيله ان هو يلعب 350 مباراه يسجل فيهم 358 هدف، وكمان يعمل مسيره كرويه من بعد سن ال 30 ويلعب فيهم 180 مباراه يسجل فيهم 156 هدف. من بعد اعتزال اللاعب ده سنه 66 اتجه للتدريب ودرب في مناطق كتير جو من العالم منهم الدول العربيه. يعني درب منتخب السعوديه موسم 76 و77، وكمان درب المصري البورسعيدي من موسم 79 لغايه موسم 82، يعني 3 مواسم كامله. اللاعب ده كان اخر ظهور ليه في عالم كره القدم كان سنه 93 مع اخر يوم كان بيدرب فيه منتخب بلاده ومنتخب المجر، اللي ما قدرش للاسف ان هو يحقق ارقام كتير وهو مدرب، لكن كل ارقامه قدر ان هو يحققها وهو لاعب، وكان لاعب كبير جو ولاعب عظيم قوي. في سنه 2000 يصاب بالزهايمر ويلازم الفراش في مستشفى في المجر، ويقعد في المستشفى دي لمده 6 سنين لغايه 2006 لغايه لما نسمع خبر وفاته، ويسيب وراه طبعا تاريخ كبير جو في كره القدم وارقام كتير جو صعب ان حد يكسرها لغايه دلوقتي. في سنه 2009 يقرر جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم في الوقت ده ان هو يعمل جائزه تكريما للاعب ده وتكريما لتاريخه، ويعمل له جائزه بيتكرم فيها اللاعب اللي يقدر ان هو يسجل افضل هدف في الموسم الكروي. اول واحد اتكرم بالجائزه دي كان كريستيانو رونالدو عن هدفه
هدفه في بورتو في دوري الابطال. لو لسه مش عارف مين هو اللاعب ده، يا ريت تشير الفيديو ده مع اصحابك عشان تشوفوا، ويا ريت تفكروا كده مع بعض مين هو اللاعب ده. اعتقد ان الاجابه معروفه، لكن لو انت لسه مش عارف اتمنى ان انت تعمل شير للفيديو ده، واتمنى كمان ان انت تعمل له لايك وتعمل سبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفني. والسلام عليكم.